امبارح يا سيدي وانا قاعد بقلب كده في النت، لقيت ان في عربية بقت موجودة وبعدها ب3 ايام اتدغدغت. تعرف ان في عربية كانت معمولة من ذهب مسروق، ودولة تانية جت علشان خاطر تبهدلها وتدغدغها في المعرض. ايه العربية اللي هكلمك عنها النهاردة؟ هي الاس في 1. عربية كده غريبة. آه، كندا لما لقت ان العربية دي معمولة من ذهب مسروق دخلت المعرض ودغدغتها. مالكوم بريكلين، يا رب اكون بنطق الاسامي صح، انا الاسامي ما جاتش، ما علينا. مالكوم بريكلين الراجل ده رجل اعمال كندي، قرر ان هو يعمل عربية تنافس بورش. فالراجل ده لما عمل كده قرر ان هو يعمل بقى عربية تبقى رياضية بحتة، ابواب فراشة. كان تقريبا اول حد يعمل عربيات ابواب فراشة في الفترة دي. المهم ان هو قرر انه يعمل العربية دي وينافس بيها بورش، وعمل هيكل من الفايبر جلاس عشان تبقى خفيفة في الوزن، وسعرها كان بيوصل ل50,000 دولار. ايه العربية دي كانت هتخلي كندا تتفوق على ألمانيا في صناعة السيارات. بس بقى جه قصة الذهب دي بهدلت الدنيا. ايه اللي حصل؟ ان الحكومة الكندية اكتشفت ان الاستاذ مالكوم شغله مش نظيف وشغال شمال. الراجل ده كان بيهرب ذهب في العربيات دي من افريقيا للحكومه لكندا. فطبعا لما اكتشفوا الموضوع ده في البادي، كان بيهربها في البادي الفايبر جلاس دوت. فلما اكتشفوا الموضوع دوت طبعا اقتحموا المعرض ودغدغوا العربيه عشان يطلعوا الذهب. الشاهد ان العربيه الواحده كان بيقدر يحط فيها 10 كيلو ذهب خالص. الراجل ده طبعا يعني هي دماغ حلوه جميله ان انت تعمل مصنع بتاع عربيات وتعمل عربيه وتهرب فيها ذهب، فانت دماغك الماظ. بس المشكله ان الراجل ده اتقبض عليه واتحكم عليه ب 15 سنه سجن. والعربيه اللي كانت من حلم الكنديين ان هي تبقى عربيه ذات رفاهيه ورياضيه بحته اصبحت رمز للفشل. هقول لك بقى على نقطه لطيفه. العربيه دي قبل ما الفضيحه دي تطلع للنور، الموضوع دوت الحكومة اشترت عربية وحطيتها في المتحف علشان خاطر ما يبقاش في شكوك ان العربية دي فيها حاجة. الشاهد ان لحد النهاردة العربية دي 90% من الذهب مش موجود، ما لقوهوش. فلو انت لقيت العربية دي حلال عليك، لان العربية دي فيها ذهب كتير جدا. ولو لقيت العربية دي يا ريت لو تقول لي، مش في التعليقات، ما تقولش حاجة في التعليقات، ابعت لي. وفي النهاية خليني أقولك إنه العربية دي ممكن تكون كانت رمز للفشل، بس لسه موجود منها تاني بره. والعربية دي هم شاكين إن هي تكون اتدفنت تحت المصنع. فياريت أي حد يا جماعة لو يعرف الموضوع ده ابعتلي، ما تقوليش في التعليقات، ابعتلي ونروح نشوف موضوع الدهب ده سوا. شكرا.